طيب خليني أشوف المقطع بس الثامن الذي هو في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، لنريكم ما هو أدهى وما هو أعظم. هناك دعاء يسمى دعاء كميل، هنا هذا الدعاء يجتمع فيه ويحشدون له ما يقارب 30 إلى 35 ألف رافضي، يدير هذا التجمع الحرس الثوري على مرأى ومسمع من المسؤولين، بل يهيأ لهم المكان وينقل هذا الدعاء والتجمع بالقنوات الفضائية. أكثر من 30 قناة فضائية إيرانية صفوية بالقرب من محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الشرك وإلى كثير من الأمور، ونحن ما زلنا نقول لا للطائفية وإلى الأسف الشديد بعد هذا تحسسوا رؤوسكم، والله لن يكلوا ولن يملوا حتى تقطف هذه الرؤوس واحدا تلو الآخر. ولكن يعني هو طويل لكن الوقت ضاق، انتهى. تعليق أخير شيخ إبراهيم، حتى الأوراق يعني تكاد أن تطير من وبما أن الأوراق تتطاير بين يديك، أنا ليس لي تعليق إلا يا القهر. يا القهر. إذن أختم يا القهر، ولكن لن نقولها بإذن الله، ونحن بإذن الله لسنا من هذا الصنف، وإنما بإذن الله سنأتيكم بإذن الله. والله وتالله وبالله قلتها وأعيد تكرارها، والله لئن مكنا منكم والله 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 لنمنعكم من مكة والمدينة، بل والله لنقطف رؤوسكم قبل أن تدخلوا مكة والمدينة، والله وأقولها وأنا محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، فإن قتلكم قربة بإذن الله تعالى عندما تقوم هذه الشركيات والكفريات التي طارت فيها رؤوس الصحابة وطار فيها رؤوس السلف الصالح وطار فيها وسالت فيها الدماء الطاهرة من السلف الصالح. يأتي مثل هؤلاء الأنجاز عباد النار يأتون إلى مكة والمدينة. يا الله يا الله، ماذا نشاهد في مكة والمدينة؟ للأسف الشديد والله لم يعد هناك إلا أن نقول